الحسد بيحول حياة الشخص لجحيم. الحاسد قبل المحسود. الحاسد بيتمنى زوال النعمة من عند غيره. تخيل كده تبقى مكرس كل حياتك انك تشوف الشخص ده فقد النعمة اللي عنده، فلوسه بقى، شغله، عياله، صحته، يفشل عشان يبقى فاشل زيك، فتتفاجئ ان ربنا بيزيده. يا دي حسرة في قلب الحاسد، دي قلبه كده بيتحرق لما بيشوفك في نعمة. يا ساتر يا رب، بيبقى في عذاب وقهرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. انت مش بس قلبك بيتحرق، دي حسناتك كمان بتروح. والغريب ان لو ربنا رفع ستره عن الناس هتكتشف ان معظم الناس اللي بتحقد عليك وبتحسدك قريبين منك قوي، محدش فيهم بيديك مليم ولا بيجيب لك حاجة، بس قاعدين لك بص ده جاب ايه، بص ده عمل ايه، ومش شايفين تعبك وبهدلتك ومرمطتك، عليك ديون وماشي بالعلاج وهو برضو بيحسدك. الحسد والحقد بيبان على الوش، بيبان في الكلام. ما تحسدش حد على حاجة ربنا رزقه بيها وكأنك معترض على اسمة ربنا وبتقول له ليه يا رب اديته؟ ربنا رزقني بحاجة ما رزقكش بيها، ورزقك بحاجة ما رزقنيش بيها، فالحمد لله يا رب. احمد ربنا وارضى كده واهدى، وحب النعمة عند غيرك عشان النعمة تجيلك.